كان جالي حد اتكلم معايا امبارح، هو صاحب مخابز مشهور في اكتوبر وفي كل حته في مصر، ان هو عايز يخليني اعمل لاين معاه. بس القصه ان معظم الناس اللي عندها مخابز او اشتغلت في الدقيق الابيض بترفض فكره ان انت تحط لهم ريسبي. هم عندهم ريسبي معين، عندهم حاجه اسمها محسن الخبز، مش عارف ايه، نسبه احمر، حاجات قاعد يكلمني فيها وشايف لا انا مش هعرف اشتغل بالجزئين اللي انتوا بتشتغلوا بيهم، بس اللي هو دقيق الحبه الكامله ودقيق الرده بس. فالناس عندها اعتقاد ان احنا ممكن نغير. الراجل قال ده النظام وما تطلعوش براه سنتي وما تعملوش براه سنتي حاجه تانية. فانا العيش بتاعي هعمله اللاين بتاعي، مش مع اي شركه او مع اي حد من بره، ومش هضيف على العيش تنتوفه بره اللي الدكتور قال. هعمله بنفس المقدار اللي انا بعمله واللي بقوله اللي انت تقدر تعمله. كل معيارين حبه كامله عليهم معيار رده، 2 حبه كامله يبقى 1 رده، 3 حبه كامله 1.5 رده زي ما قلت لكم قبل كده. مش هحط اي جنس مخلوق حاجه تانية غير اللي قالها، والنظام معروف ايه، وهو قال ان ده النظام مفيش فيه اي تغيير. حد يجي يقول لي معلش ندخل حبه البركه، معلش لو حطينا شويه كمون، اصل هو الخيار المخلل عادي، اصل ماليش فيه. انا بالملي همشي بنفس اللي قاله وتوكل على الله وقابل وجه رب كريم. هو بالملي اللي انا همشي عليه، مش هغيره بالحرف مهما الزمن اتطور ومهما الدنيا اتطورت. انا او مهما اللي قدامي جه حاول يقنعني، انا مش هتحرك سنتي عن النظام اللي حطه الدكتور. بكل كلمه قالها، بكل حرف قاله انا ملتزمه.